شوف، ولدك موجود ولا برا؟ وحطها قدام الطاولة. طالع تركي؟ كيف كذا تركي؟ من سوف تركي كذا؟ قال لا اسمع، بضاعة تجيني يعني تجيني، فلوس تجيني يعني تجيني، شغل الحرام هذا أنا مالي فيه وطلعني منه، تفهم ولا لا؟ والله العظيم إني ما أرحمك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى يا جماعة أنكم تكونوا بخير. قبل أسبوع يا جماعة وصلني هذا البوكس من محمصة مايكرولوت، والبوكس هذا فيه كان يا جماعة 3 أنواع من القهوة، اليمني والإثيوبي والكولومبي. وأكثر الناس اللي تتابعني من زمان تعرف إنه فهد يعشق شيء اسمه بن كولومبي. خلوني أروح أسوي الفي 60 حقي بسرعة وارجع لكم. ورجعنا لكم يا جماعة، وخلونا نذوق ونقيم معاكم، مع العلم انه هذا الاسبوع بالكامل مجربها. قبل ما اروح الدوام لازم يوميا كاسة واحدة، بس لازم اجرب قدامكم ونقيم. رهيبة يا جماعة، وللأمانة زي ما قلت لكم الاسبوع هذا كله يوميا لازم كاسة ولا كاستين. للأمانة قهوة مايكرولوت جدا لذيذة وانصحكم فيها. وللمعلومية ترى راح يوضح لكم إذا كانت القصة حلوة، فالسر مو من القصة، السر من محمصة مايكرولوت. جربوها يا جماعة وصدقوني راح تدمنوها. للطلب رابط المتجر راح تلقوه أسفل صندوق الوصف، اطلبوها يا جماعة وبالعافية عليكم. أنا اسمي غانم، بدت قصتي من عمر 38 سنة. كنت من سكان بلد جدا فقيرة، ولما أقول لكم بلد فقيرة مباشرة يجي في بالكم إنه هذا البلد من الأساس اقتصادها جدا ضعيف وأهلها بسيطين. إنك تعيش في بلدي جدا صعب، حتى لو كان معاك أعلى الشهادات. ما يعيش في بلدي إلا الغني، والغني الوارث، مو الغني اللي بيفتح مشروع ويكون نفسه. هذا الشيء يعني يصير، ولكن يصير ممكن تقول بين 1,000,000 شخص ممكن 5 أو 10 أشخاص هم اللي فقط تصيب معاهم. أما باقي الشعب فعايش في فقر. زوجتي إنسانة عظيمة، وكان عندي ولد وبنت، ولدي عبد الله وبنتي أمل وزوجتي سعاد. كنا عائلة جدا جميلة، ولكن بسبب الحياة الصعبة اللي كنت أعيشها وبسبب الوضع اللي أنا أعيشه ماني قادر أسعد زوجتي ولا قادر أسعد عيالي. المدارس ماني قادر أدرسهم. فوق هذه الأشياء كلها اللي قاعد أقول لكم هي إلا إني جالس أكافح وأكافح عشان عيالي يتعلموا أحسن تعليم، وعشان زوجتي تعيش حياة كريمة. كنت شخص ما أرضى بالقليل، لكن في رقبتي عائلة كاملة، والعائلة هذه اللي في رقبتي لازم أنقذها من هذا الفقر اللي هي فيه. وتقدر تقولوا ربع أهل بلدي اللي منهم مهاجر أو اللي منهم مسافر عشان يشتغل، وأنا كنت ضد الناس هذولا اللي يسافروا ويسيبوا عائلاتهم لوحدهم. كنت أشتغل في ورشة، وكنت ميكانيكي سيارات شاطر. كان الناس يجوني من كل مكان، ولكن كنت موظف، ما كنت صاحب هذه الورشة، لأنه من الأساس ما أقدر أمتلك ورشة، ما معي رأس مال. كنت أشتغل في الشمس وأتعب وأشقى. كان في رجال كبير في السن مرة من المرات جاي يصلح سيارته عندي وصلحتها له، والشايب هذا للأمانة تقدر تقول يحبني كأني ولده، لدرجة صار كل يوم صباح يجي يجيب معاه فطور ويفطر عندي في الورشة. وكان دائما عنده مقولة رهيبة، كان يجي ويجلس معاي ويناديني يا غانم يا غانم تعال افطر مع عمك تعال. وكنت لو في يدي الشغل أسيبه واجلس معاه. الشايب هذا كان يذكرني بريحة الوالد، الله يرحمه ويغفر له، نفس طيبته ونفس حكمه ورسائله لي. يعني يجلس معايا ويفرد الفطور ويقول لي ها يا غانم جبت معاك الغنايم ولا لا؟ وكان جوابي له دائما لا. وكان دائما يعترض كلامي، لا تقول لا، قول الحمد لله على النعمة، قول الحمد لله على النعم اللي انت فيها يا غانم. الغنايم اللي انشدك فيها يا ولدي كل يوم تراها ما تيجي في يوم وليلة، الغنايم هذه تيجي بالتعب والاجتهاد وبمخافة الله. طلعت فيه قلت له بس يا عم أنا تعبت، أنا قاعد أشتغل من صباح ربي لآخر الليل ماني قادر أوفر لهم أي شيء، تعبت. قال لي عارف يا ولدي، والتعب هذا اللي فيك مو فيك لوحدك،
والتعب هذا لكل الشباب اللي بعمرك. صدقني يا ولدي، اسعى واجتهد، وفي يوم من الأيام ربنا راح يبارك لك في حياتك. وتأكد دام أنت معلق التوفيق بيد رب العالمين، ربنا أبدا ما راح ينساك. ومشي كل يوم على هذا الوضع، يجي يفطر معاي ويعطيني من الحكم والرسائل هذه، ويروح في حال سبيله، ويوميا على هذا الحال. طول وقتي في المحل، وأرجع آخر الليل زوجتي تحط لي اللقمة وآكلها، وبعدها أروح وأنام. أقول لكم شيء، أنا ما أشوف عيالي إلا وهم رايحين لمدرستهم في الصباح، لأني لما أرجع آخر الليل هم نايمين خلاص. ما كان عندي وقت أجلس معاهم وألعب معاهم، ما كان عندي هذاك الوقت اللي أعيش فيه دور الأب اللي أي أب عايش مع أبنائه. شايفين فوق هذه الأمور كلها اللي قاعد أقول لكم عليها، الشخص اللي كنت أشتغل عنده عياله خونوني، طلعوني إني أنا الحرامي اللي أسرق أبوهم، مع إني والله العظيم عمري في حياتي ما أخذت شيء حرام، عمري في حياتي ما أكلت عيالي لقمة حرام، إلا أن عياله كانوا مجرد أنهم ما يحبوني. طيب ما تحبوني، خرجوني من الشغل بكرامتي، خرجوني من العمل وأنا راسي مرفوع، لا تخرجوني وأنا مخذول، لا تخرجوني وقدام أهل السوق والمحلات إنه غانم اللي كان صاحب الذكر الطيب والشخص اللي من البيت للمسجد لعمله. لا تطلعوا بدور الحرامي، ما تبغوني خرجوني، ستركوني في حالي، لا تضروني. أنا عمري في حياتي ما ضريت أحد، هذا كله بس عشان خايفين على حلال أبوكم. طيب أنا بس بشتغل وباخذ الراتب اللي على شغلي. ما كانوا يعرفوا الكلام هذا أبدا، ما كانوا يعرفوا غير شيء واحد، إلا إنهم يطلعوا غانم من المحل. وفعلا صار هذا الشيء، خرجت وما في محل بعدها يبغى يشغلني. أكيد ما حد يبغى يشغل حرامي. طلعت فيهم وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. خرجوني من هذاك المكان ودمعتي نازلة من عيني، خرجوني وأنا كل ألم. قهر الرجال ما يحتاج أوصف لكم إياه، لأنه شعور جدا موجع، شعور خذلان واستسلام وهزيمة. هذاك اليوم لما رجعت البيت وأنا مهزوم، ودخلت وأطالع في عيالي وأطالع في زوجتي، هذولا كيف حصرف عليهم، هذولا كيف حكمل تعليمهم، هذولا كيف حأكلهم وأشربهم. هموم زي الجبال. نمت هذاك اليوم وأنا مدمور مكتئب، وصحيت من نومي إلا وأسمع باب البيت قاعد يدق. توجهت هنا مباشرة لباب البيت، فكيت الباب إلا صاحبي تركي. طلعت فيه قلت له هلا تركي، عسى خير إن شاء الله. قال لي جايك بالخير يا رفيقي. خلوني أعرفكم على تركي. تركي رفيق دربي ورفيق رحلتي. تركي كل شيء في حياتي، الصاحب الكفو، الصاحب اللي ما عنده ريال واحد في جيبه، ولكن لو طلبته أول واحد تلقوه يوقف معايا تركي. هذا تركي كان لما أكون في الدوام وعيالي يمرضوا، تركي كان هو اللي يشيلهم يوديهم المستشفى. وفي مرة من المرات صار لي حادث، والحادث هذا كان حادث مرة قوي. بسبب هذاك الحادث جلست تقريبا في البيت 4 شهور لا شغل ولا مشغلة، مصاب، ما أقدر أتحرك من سريري. تركي هو اللي كان شايل البيت، تركي هو اللي كان لما يروح يشتغل ما يشتغل له البيت وبس، لا، يشتغل لبيته والبيتي. كان يجي يدق الباب يقول لي أخويا هذه الفلوس اللي كسبتها اليوم وبقسمها بيني وبينك. كنت أقول له لا يا تركي، أهل بيتك أولى فيك يا تركي. كان يقول لي لا تخاف، أنا كل يوم قاعد يجيني رزق ضعف الرزق اللي كان يجيني زمان، وكان يقسموا بيننا. أنا ما كان عندي أخوان، كنت شخص مقطوع من شجرة. أخويا ودنيتي وكل شيء في حياتي تركي. كان هو اللي يجيب المقاضي للبيت، العصيرات والأكل والشرب، كل شيء كان تركي يجيبه. وقت الحادث تركي أول واحد وصل للمستشفى وقاعد يطمن علي. وقفات تركي هذه أبدا ما أنساها في حياتي، كان الخو الكفو. المهم خلونا نرجع لين تركي لما جاني للبيت. قلت له خير يا تركي، صاير معك؟ قال لي جايك بالخير، أبغى أجلس معك. قلت له تفضل، وجلس معايا. قال لي أنا جايب لك فكرة مشروع راح تغير حياتنا الاثنين. قلت له إيش عندك؟ قال الفكرة إنه نسافر لبلد، والبلد هذيك اللي راح نسافر لها نبدأ فيها مشروعنا الجديد. قلت له إيوه، بس كيف راح أصلا من الأساس نسافر لهذيك البلد ونفتح مشروع جديد وإحنا من الأساس
مطفرين. قال لا تشيل هم، احنا نسافر بقد الامكانيات اللي معانا، ولا تشيل هم الفلوس، انا راح ادبر فلوس السفر ونتسلفها، ولما نكبر هناك وتتيسر امورنا نسدد السلف. قال له ايوه بس فين البلدة هذه اللي تبغانا نسافرها؟ وايش المشروع اللي تفكر فيه؟ قال المشروع اللي نبغى نبدأ فيه هو تجارة الجوالات. طالعت فيه كذا، تجارة جوالات مرة واحدة؟ ايش قاعد تقول يا صاحبي؟ جوال لي ولك، ما احنا قادرين نشتري جوالات عدلة. الجوالات هذه اللي معانا اصلا من الاساس ما تعتبر جوالات. تركي طالع فيه قال لي ترى انا ما جيتك عشان انك رفيق دربي بس، لا انا جيتك عشان عارف عقلك، وانا اثق في عقلك واثق في تفكيرك يا صاحبي. طلعت فيه كذا قلت له طيب والبلدة اللي نبغى نسافرها؟ وذكر لي اسم البلدة. انا هنا انصدمت يا جماعة، انصدمت لانه احنا مسافرين لبلدة، البلدة هذه من الاساس افقر مننا، افقر من بلدتنا اللي انا عايش فيها. يعني الناس لما تسافر من بلد لبلد تروح لبلد يعني احسن، اوضاع احسن، اقتصاد احسن. طلعت في تركي وضحكت. قلت له انا اول مرة اشوف ناس تسافر عشان تنفقر مو عشان تغتني. ايش وضعك انت طبيعي انت ولا شارب شيء؟ قال لا انا طبيعي وفاهم كل شيء قاعد اقول لك يا اخي، بس انت اسمع كلامي. قعدت اطالع في تركي واتامله، اشوف ايش اللي في راسه هذا بالضبط. قربت منه قلت له كمل انا اسمعك. قال لي شوف انا اخترت هذا السوق من الاساس لان السوق هذا في هذيك البلدة جدا ضعيف، ولو رحنا هناك اشتغلنا في هذاك السوق حبة حبة راح نكبر الين نجمع لنا راس مال محترم، بعدها انا وانت ناخذ لنا محل ونبدأ نشتغل فيها ونطقطق فيها الين ربنا يفتحها علينا. طلعت في تركي كذا قلت له معليش انا في عمر ماني فاضي اني اجرب، انا في وضع جدا صعب، انا ابغى اشتغل لو ارخص شغلة في هذه الحياة، بس اللهم اني اشتغل ولا اقعد اجرب في وقت بسبب هذه التجربة اخسر فيها عيلتي. تركي قاعد يقول لي طب افهم اسمع. قلت له لو سمحت اتركني يا صاحبي انا ماني فاضي لهذا الكلام. قاعد يحاول فيني يا غانم. قلت له نعتذر انا استاذنك الان، بقوم البس وبروح ادور على رزقي. تركي طالع فيني كذا بنظرة وتركني وخرج، وانا فعلا رحت غيرت ملابسي وخرجت على باب الله ادور لي اي وظيفه اشتغل فيها. طبعا ما عندي وقت اني اقعد احط يدي على راسي واتذمر وابكي والله ما عندي شغل والله ما لقيت وظيفه. لا 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 لا، ما عندي وقت لهذه الامور، ما عندي وقت اني اقعد اتشكى. انا رجل واجبي علي كرجل اني احارب واقاتل من اجل لقمه عيشي. وفعلا خرجت امشي في الشارع أسأل اللي رايح واللي جاي، أسلم على جميع اللي في المحلات وأقول لهم أنا أدور على شغل وأنا ميكانيكي شاطر ويدي لو لمست السيارة صلحها على طول. ما عمره في زبون اشتكى مني وعمري في حياتي ما وقفت على مشكلة، ومن الطبيعي ما حد راح يوظف حرامي. لفيت على جميع المحلات والكل رافض أنه يشغلني معاه. في ناس رافضين عشاني حرامي وفي ناس ثانيين رافضين بسبب التاجر اللي كنت اشتغل عنده. صاحب الورشة اللي كنت اشتغل عنده تاجر كبير وله اسم، والكثير يبغى يحافظ على العلاقة اللي بينهم وبين هذا التاجر، فمستحيل احد يعني هيجاملني على حساب هذاك الشخص اللي عنده فلوس وعنده سلطة. خلاص خويكم غانم صار ضحية في بلده والابواب كلها اللي كانت قدامه مقفلة. في هذيك اللحظة مباشرة ما جاء في بالي غير رفيقة تركي. اتصلت على تركي قلت له يلا أنا جاهز. قال لي جاهز في إيش؟ قلت له أنا جاهز إن نسافر لهذيك البلدة اللي كلمتني عنها. قال لي تتكلم من جد؟ من جدك أنت تتكلم؟ قلت له إيه من جدي. هنا تركي يا جماعة قرر إنه يدبر لنا فلوس من تحت الأرض، وفعلا تركي هنا أخذ من أم زوجته مبلغ وقدره. المبلغ هذا يدوب يوصلنا لهذيك البلدة، وكنا لما نكلم أحد ونقول له إنه مسافرين هذيك البلدة يضحك علينا يقول يا حبيبي أنتوا إيش وضعكم؟ وكنا ساكتين وما نتكلم ولا نبرر، وما نبغى من الأساس أحد يعرف خطتنا، خايفين أحد يسرقها مننا وراح يسويها. وفعلا طلعنا هذيك السيارة وقعدنا نمشي فيها مسافات جدا طويلة إلى أن وصلنا
حدود هذيك البلدة. العساكر اللي في حدود هذيك البلدة يطالعوا فينا ومصدومين، انتوا ايش جابكم هنا؟ اول مرة يجونا ناس من هذه الجنسية لبلدتنا. فكنا ماخذينها عذر قدام الناس والمجتمع اللي هناك انه احنا جايين بس اللهم نكتشف عندكم العادات والتقاليد ووضعكم في البلد. المهم جلسنا هناك لفترة. للأمانة عانينا يا جماعة عشان نلقى أي وظيفة أو نشتغل فيها، لأنه أهل البلد نفسهم قاعدين بيشتغلوا جميع الوظائف، سواء الوظائف اللي جدا بسيطة أو الوظائف العادية. في البداية قعدنا نشتغل تقريبا حدود السنة كاملة، نحمل كراتين على ظهورنا، فوق أنه تحميل وتعب وجهد شاق، إلا أنه يعني عملة البلد اللي من الأساس إحنا يعني قاعدين نشتغل فيها أقل من عملة بلدنا اللي جايين منها. يعني لا راحة ولا يعني الفلوس اللي قاعدة تجينا بقد هذا التعب اللي قاعدين نشتغله. وكنت كل شهر بحط مصروفي وباخذ مصروف ثاني على جنب وبرسله لزوجتي وعيالي، وكنت خلاص ماشي على هذا الوضع والحمد لله الأمور طيبة. بعدها يا جماعة انتقلت من هذه الوظيفة لوظيفة أفضل، سمسار جوالات. صرت يا جماعة أبيع واشتري في الجوالات، ولكن مو في محل، لا لا لا، في الشارع قدام سوق الجوالات. قاعد اشتغل هذه الشغلة، اسحب الزبون من بداية الشارع واجيبه للمحل، ولما الزبون هذا بيشتري من المحل جوال، راعي المحل هذا بيقوم يعطيني عمولة، والعمولة هذه كانت للأمانة يعني أفضل وأريح من تحميل الكراتين اللي كان يكسر ظهورنا ويخلينا ما ننام آخر الليل من قوة الألم والتعب. استمرينا على هذا الوضع، بس تقدر تقولوا من حسن حظنا حياتنا تغيرت بسرعة. ما تعبنا في سوق الجوالات كثير، لأنه تقدروا تقولوا كنا نشتغل في اليوم الواحد بطريقة مفجعة. الزباين من هلا علينا من كل مكان، وهذا الشيء رزق من الله سبحان الله. صرت أنا وتركي نلعب بالفلوس لعب. هنا قلت تركي ستوب يا تركي. قال لي ليش تبغاني أوقف؟ قلت له لأنه شايف تفكيرك قاعد يروح لمسار ثاني احنا ما نبغاه. شايفك تفكر تشتري سيارة، شايفك قاعد تفتكر ان نغير مكان البيت اللي احنا ساكنين فيه. لا يا تركي، احنا مو جايين عشان هذه الامور، احنا جايين يا تركي عشان عندنا هدف من اول، اللي هو انه نفتح محل جوالات ونشتغل ونبيع في الجوالات ونكبر في سوق الجوالات. لانه من الاساس يا تركي احنا جايين لهذا السوق اللي هو سوق الجوالات بالذات لأن السوق هذا ضعيف في هذه البلد. قال لي بس خلاص يعني الفلوس معانا خلينا نستمتع فيها. قلت له لا لا لا، لسه بدري نبغى نشغل الفلوس ونطور هذه الفلوس أكثر وأكثر، بعدها عيش الرفاهية براحتك يا تركي. تركي قال لي حاضر، اللي تشوفه أنا معك فيه، وأعطاني فلوسي على فلوس تركي، فتحنا فيها محل جوالات وبدأنا نكبر ونكبر إلى الحمد لله كسبنا سمعة جدا طيبة في السوق. المهم هذاك اليوم وانا جالس قدام المحل، جالس على الكرسي وقاعد اتقهوى انا وتركي، وفجأة تظهر هذيك السيارة الفخمة وتوقف قدام باب محلنا. انا اطالع في تركي وتركي قاعد يطالع فيا، وينزل من هذيك السيارة شخص. واضح من الشخص هذا انه يعني شخص واضحة عليه النعمة. فك باب السيارة ونزل منه، طالع في لوحة محلنا، وبعدها مشي ما جاء عند المحل. احنا كنا لسه بنستقبل هذا الزبون الفخم اللي جاي عندنا، ولكن لا ما جانا، وتوجه مباشرة لين الزاوية اللي في نفس الصف اللي محل الجوالات تبعنا فيه. ونهاية هذاك الصف من الأساس في درج بيطلعك لمصلى في الدور الثاني اللي هو المسجد حق السوق اللي بنشتغل فيه. وقتها كان تقريبا بقي 3 دقائق أو دقيقتين على أذان المغرب. هنا أنا طالعت في تركي قلت له شفت هذا الشخص ليش راكب هذه السيارة؟ تركي قال لي ليش؟ قلت له عشان هذا الشخص راح للمسجد قبل ما يسمع الأذان، فأكيد هذا الشخص ربنا موفقه ووفقه في حياته ورزقه بهذا الرزق. وأنا قلت الكلام هذا لتركي تقدر تقوله عصفورين بحجر، أعطيه درس إنه شوف هذا الشخص عنده خير وفلوس ومال، ولما يسمع الأذان بيروح يصلي مباشرة. وفي نفس الوقت قاعد أوجه نصيحة لتركي، لأن تركي شوية تقدر تقوله كان يعني مقصر في صلاته مع ربه. هنا تركي وقتها اقتنع وقال لي يلا خلينا نروح نصلي. وفعلا توجهنا للمصلى ولقينا هذاك الشخص واقف في أول الصف. جلسنا جنبه
صلينا صلاة المغرب، وبعد ما خلصنا من الصلاة خرجنا من المصلى ورجعت أنا وتركي لمحلنا. وهذاك الشخص قعد تقريبا بعد الصلاة في المسجد ربع ساعة، بعدها خرج من المصلى وجاء إلين سيارته اللي عند باب المحل. وقتها تركي قاعد يطالع يقول لي شوف هذا بيمشي. طلعت في تركي قلت له خليه يمشي، ايش يعني تبغانا نروح نعزمه على المحل؟ ترى نبيع جوالات احنا، مو نبيع قهوه. ومن الطبيعي الشخص زي هذا عنده فلوس، من الطبيعي جوالاته يجيبها من برا اصلا، ما يشتريها من بلده. تركي قال لي والله انك صادق. في شيء لازم تعرفوه يا جماعه، البلد هذا اللي بنشتغل فيها نسبة الأمان فيها صفر، وانت عارفين يعني قد ايش شغلنا حساس في الجوالات بالذات. احنا بنبيع جوالات أسعار جدا عالية، فكنت جدا حريص في هذه الزاوية. كنت كل يوم وانا خارج من المحل باخذ الجوالات الغالية وباخذها معاي للبيت، ما بخليها داخل المحل. وعلى هذا الحال اللي بكلمكم عنه من يوم ما فتحنا المحل إلين هذاك اليوم اللي صحينا فيه من نومنا أنا وتركي وتوجهنا مباشرة للمحل، ونتفاجأ إنه باب المحل، أو بالأصح قفل باب المحل مكسور والباب مفتوح. وأدخل المحل وأطالع يميني وأطالع يساري، إيش اللي صار في المحل؟ الدنيا كلها مكسرة، ولا وفوق كذا اكسسوارات كثير حق الجوالات مسروقة. قاعد اطالع في تركي وتركي يطالع فيني. وقتها مباشرة رحت اجري لمركز الشرطة زي المجنون، ابى اشتكي، ابى ابلغ على الحرامي اللي دخل محلي وكسره وسرقه. دخلت مركز الشرطة حقهم، مو كأنه مركز شرطة يعني واقعي، للأمانة في فوضى داخل مركزهم. العسكري اللي قاعد يحرس البوابة ومعاه سلاح قاعد ياكل على الباب ويضحك مع الناس الرايحة والجاية. وفوق كذا اللي خارج من القسم من الزوار بيعطوا العسكري فلوس، يعني شيء غريب للأمانة. وفي نفس الوقت أنا ما شفت هيبة العسكري، احترامي للعسكري ماني قادر يعني احترمه للأمانة. هذا أنا أكلمكم عن العسكري اللي بيحرس مركز الشرطة. وقتها طالع في تركي وتركي طالع فيا مصدومين. دخلنا المركز وسألنا اللي في الاستقبال فين الضابط اللي نبى نبلغ عنده. أشرنا على هذاك المكتب. طبعا هذاك المكتب الباب حق الغرفة مخلوع، ما في باب، تسلم وتدخل. وهذا اللي صار، سلمنا ودخلنا المكتب عند هذا الضابط هذا جالس على الكرسي وحاط رجله فوق الطاولة، ما كأنه أحد دخل عليه ولا كأنه أحد دخل يسلم عليه ولا أي شيء. طالع فينا كذا قال نعم إيش عندكم؟ قلت له أنا عندي محل في السوق اللي وراكم، والمحل هذا انسرق، دخلوا حرامية وسرقوه. العسكري هذاك قاعد يسمعنا في نفس الوقت قاعد ياكل جزر. طالع فينا قال طيب يعني صار لكم شيء؟ طلعت في نفسي وطلعت في تركي قلت له لا احنا ما جانا شيء الحمد لله، بس المحل اللي جاه كل شيء، المحل انسرقت منه اكسسوارات وتكسر. طالع فيه هذاك الضابط قال دام كسروا المحل فمن الواضح انك ما دفعت لهم. طلعت فيه كذا قلت له ادفع لمين؟ قال ادفع للناس اللي قاعدين يعني يحموك في السوق. قلت له ما شفت احد يحمي احد في السوق. قال لا انت ما تشوفهم، انت لو كان دفعت لهم ما كان احد تجرأ وجاك. انا قاعد اسمع هذا الضابط مصدوم. قال لي وللامانه انا ما اقدر افيدك، يعني حتى لو جيت معاك لين المحل ايش حتستفيد؟ قال له يعني ابغاك تيجي تشوف مين اللي سرق، تحقق تشوف ايش الوضع، تاخذ بصمات، الاجراءات الطبيعيه اللي بيسويها اي يعني قسم شرطه لما يجي احد يقدم بلاغ. قال ابشر بس هذا اللي تبغاه؟ حاضر ادفع واجيك. قاعد اطالع في تركي ومصدوم يا جماعه، كاني يعني من نظراتي لتركي كاني جالس اقول له تركي اللي سمعته هذا من جد ولا انا قاعد يتهيأ لي ولا ايش بالضبط. ومن نظرات تركي لي لا قلت هذا الكلام اللي قاعد يقوله الضابط من جد، هذا ما يمزح. قلت له ابشر اللي تبغاه راح اعطيك اياه، بس اهم شيء عندي تطلع لي الشخص اللي سوى هذا الشيء. قال لي ابشر حاضر. وحطيت يدي في جيبي وطلعت مبلغ حطيته على الطاولة. الضابط هذا طالع فيه قال لا هذا السعر اللي حطيته في الطاولة سعر جندي عادي، سعر الرتبة اللي أنا فيها أعلى من كذا بمرتين. طلعت فيه وضحكت ورجعت يدي في جيبي وطلعت له نفس المبلغ وحطيته على الطاولة. هنا الضابط يا جماعة تنشط مباشرة، ترك الجزرة هذه اللي في يده وقام معانا، قال توكلنا على الله. ماشي ورا هذاك الضابط في السوق
وكل أهل السوق يطالعوا فيا وقتها. دخلنا المحل ومعنا هذا الضابط هذا قاعد يطالع في المحل ويتفرج في التكسير ومن هذه الأمور. رجع طالع فيه قال لي هي كذا من الأخير، بما إنك أنت أصلا من الأساس ما أنت من سكان هذا البلد فيا غريب خلك أديب. كذا أعطاني هي من الأخير. قال له يعني المطلوب؟ قال المطلوب إنك تدفع لهم مقابل إنهم يحموك. قرأت في الضابط كذا قلت له بس يعني أنا دفعت لك وانت الحكومة، يعني مفروض انت اللي تحموني مو الناس هذه الحرامية هي اللي تحميني. هنا الضابط رد علي قال لي شوف انا بعتبرك زي اخويا وجالس اقول لك الكلام اللي قاعد يصير مع اكثر المحلات اللي هنا، ومحلك انت ترى في حارة شعبية، فمن الاخير اشتري راحة بالك واشتري راحة نفسك وانهي الموضوع بالكامل. قلت له يعني انت بشورك تشوف انه هذا التصرف هو التصرف السليم؟ قال لي لا تسمع كلامي، اسأل المحلات اللي جنبك وشوف ايش يقولوا لك. وخرج فعلا هذا الضابط من المحل ومشي. هنا انا وقتها رحت للمحلات اللي جنبنا وقعدت اسالهم هل فعلا هذا الكلام صحيح اللي قاعد يقول الضابط؟ واتفاجأ انه فعلا كلام الضابط هذا من جد ما بيمزح. طلبت من حقون المحلات هذولا ان اقابل هذول الناس اللي حاولوا انهم يسرقوني، خلاص بدل انهم يسرقوني خليهم يحموني واعطيهم فلوس وصلى الله وبارك. وفعلا بعد ما مشى الضابط بساعة جاني شخص كبير، الشخص هذا وجهه معدوم، سكاكين على طعنات، شخابيط، وجهه ملغم، ما تعرف هذا من التلغيم اللي في وجهه، ما تعرف هو الضارب هو المضروب هو المجرم هو البريء، ما تعرف. الشيء الوحيد اللي تعرفه انه ما في اي مساحة للجلد السليم، يعني مستحيل تلقى شيء سليم في وجه هذاك الشخص. وهذاك الشخص كان اسمه ابو حماده، جاء وعرفني بنفسه ودخل علي كذا من الاخير، راح تدفع زي اللي يدفعوه الجماعه؟ قلت له راح ادفع. قلت له بس يعني ما كان له داعي هذا كل اللي سويته، كان جوتوني وقلتوا لي من الاخير 1 2 3 وكنت راح اسلمكم المبلغ اللي تبغوه وزياده، بس ما يحتاج انكم تكسروا المحل وتخربوا علينا شغلنا. قال لا 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 احنا مستحيل نسوي شيء بدون اذن. قلت له بدون اذن؟ قال احنا جينا وكلمنا هذاك اللي معاك. طلعت في تركي قاعد يطالع فيه، قال ايوه كلموني. قال له يعني كلموك وما جيت تكلمني؟ تستغبي انت يا تركي؟ قال لي لا ما استغبي، بس ما توقعت انهم زي كذا، توقعت زي عندنا في بلدنا بس يعني جايين يتفلسفوا من هذه الامور فصرفتهم. طلعت في ابو حماده هذا قلت له العذر والسموحه منك، حطيت يدي في جيبي واعطيته ما في النصيب ومشي الرجال هذا. خلاص هنا أنا يا جماعة في حماية الشرطة وفي نفس الوقت في حماية العصابة هذه اللي في الحارة، إنه ما حد يقرب من محلي. وفعلا من قوة هذيك الحماية الجوالات ما صرت أشيلها معايا البيت، صرت أخليها في المحل، لأنه من جد ما حد يتجرأ يقرب من محلنا أبدا، لأنه محلنا تحت حماية أبو حمادة. ومو بس كذا، بالعكس صار أهل السوق كله يحترمنا. أبو حمادة هذا صح إنه بياخد فلوس، بس مقابل هذا الفلوس يقدم لك خدمات. وعدت الأيام وبدينا يا جماعة نكبر في السوق أكثر وأكثر ولله الحمد. في يوم من الأيام وقتها كنت أنا وتركي واقفين قدام باب المحل وقاعدين نسولف ونضحك، ومعانا جارنا المحل اللي جنبنا محمد واقف معانا ويسولف ومن هذا الكلام. فجأة تظهر هذيك السيارة اللي ظهرت أول لهذاك الشخص اللي وقف قدام باب محلنا وراح للمسجد. طلعت في صاحب السيارة وطلعت في جاري محمد وسألته مباشرة، قال محمد هذا الشخص اللي في السيارة تعرفه؟ والشخص هذا المرة ما وقف قدام محلنا، لا مر اللهم بسيارته ومشي على طريقه. محمد طالع فيه وضحك، قال لي انت ما تعرف العم صالح؟ قال له عم صالح؟ لا والله ما اعرفه. قال لي يا حبيبي 70% من هذا السوق راح تبعه. قلت اوف ما شاء الله 70%، يعني اكثر من نص السوق تبع هذا الرجال. قلت له بس غريبة يعني اول مرة اسمع هذا الكلام. قال ايوه هو ما يجي السوق كثير، عنده اشغاله الخاصة وبس. قفلنا على هذا الموضوع. انا هنا صار عندي حب الفضول وحب اني اتعرف على العم صالح هذا. مين هذا العم صالح؟ وكنت للامانة نفسي اتعرف عليه مو عشان فلوس ولا، يعني امور ثانية، انسان قريب من ربه وما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا رازقه هذا الرزق، اكيد هذا انسان من جوا نظيف. وفي يوم من الايام لحسن حظي اتصادفت انا والعم صالح هذا وتصادفنا في المسجد. سلمت عليه وعرفت بنفسي، قلت له انا ولدك غانم. رحب فيني، رجال كبير في السن هذا العم صالح
مو صغير. رحب فيني واستقبلني وعزمني عنده في المكتب، ورحت عنده وشلت معايا صاحبي تركي وقعدنا نسولف وناخذ ونعطي في الكلام. العم صالح هذا طالع فينا كذا انا وتركي، قال غريبة، أول مرة أشوف شباب من جنسيتكم جايين عندنا البلد يشتغلوا هنا، ممكن أعرف ليش اخترتوا بلدنا بالذات اللي تيجوا وتشتغلوا أو تفتحوا مشروعكم عندنا هنا؟ طلعت فيه وضحكت. ترى للأمانة الفكرة الأولى كانت لرفيق عمري تركي هو اللي قال وفكر إن نيجي نشتغل هنا. العم صالح طالع في تركي قال له طيب وليش بالذات اخترت بلدنا إن تفتح فيها هذا المشروع؟ تركي رد عليه بكل صراحة قال له يعني للأمانة لأنه السوق عندكم في هذا المجال مو بهذيك القوة زي عندنا في بلدنا. قال طيب بس يا تركي أنت ما خفت من المشاكل والأشياء هذه اللي قاعدة تصير في البلد هنا عندنا؟ تركي هنا طالع فيه وأنا جاوبت بالنيابة عن تركي. طلعت فيه قلت له والله يا عم للأمانة اتفاجأنا من هذه الأشياء لما وصلنا عندكم وبدينا نشتغل، ما كنا نعرف من أول بهذه الأمور. هنا العم صالح طالع فيه وقال لي أي أمور تتكلم عنها بالذات؟ في البلد عندنا هنا في أمور كثيرة. قلت له يعني بالصراحة يعني بتكلم معاك بكل صراحة بما إنك يعني رجل بقد والدي. هنا العم صالح طالع فيه وابتسم قال بالعكس تكلموا وأنا ما أشوفكم إلا زي أولادي. أول ما سمعت من العم صالح هذيك الكلمة فرط السبحة كلها، طلعت كل اللي في قلبي. قال له والله يا عم للأمانة يعني ما كنت متخيل إنه العساكر اللي هنا يعني ما بيتعاملوا معانا إلا بالرشاوي. العم صالح طالع فيه وضحك قال لي بس هذا اللي واجهته؟ قال له لا لسه أنا جايك في الكلام، يعني هذا المقدمة فقط. قال لي تكلم يا ولدي أسمع. قلت له ما كنت متوقع كمان إنه المخدرات في بلدكم جدا سهلة وإنها تنباع في كل مكان، وحتى لما الواحد لما يتم القبض عليه وهو معاه مخدرات يخرج منها زي السلام عليكم. يعني من الأخير يا عم صالح ما شفت أي قانون رادع يردع الأشخاص اللي يتعاطوا أو الأشخاص اللي يبيعوا هذه الأشياء. هنا العم صالح طالع فيه كذا قال لي ليش تقول هذا الكلام؟ في أحد من اللي يتعاطوا أو اللي يبيعوا تعرض لك؟ قلت له لا أبدا. قال خلاص ما دام هذولاك الناس في حالهم وأنت في حالك فخليك بعيد عنهم. قال له صح صادق. في نفس الوقت قال الله لا يبلانا، أبعد عنهم ولا تقرب منهم يا ولدي. لا أبشرك أنا بعيد عنهم أشد البعد. قال لي طيب في أحد بيضايقك في السوق؟ قلت له لا أبدا للأمانة، أنا بدفع لجماعة أبو حمادة وأموري طيبة الحمد لله. قال لي خلاص دامك تدفع فأمورك طيبة يا ولدي لا تشيل هم. وضح لي أكثر إيش خطتكم الجاية لشغلكم هذا؟ قلت له والله للأمانة يا عم أنا الآن قاعد أفكر إني في الاستيراد وتصدير الجوالات. قال حلو، من فين حتجيبها والفين حتوزعها؟ قلت له والله للأمانة يا عم حجيبها من دول يعني مجاورة وحشتريها بسعر أرخص، بس الصعوبة عندنا هنا شوية تقدر تقول في دخول البضاعة. العم صالح طالع فيه قال لي أنا أسهل لك أي شيء صعب لا تشيل هم. قلت له أنا فاهم عليك عم صالح بس البضائع هذه لو بجيبها عن طريق الميناء أو بجيبها عن طريق المطار راح تكون التكلفة جدا عالية. قال لي تشيل هم التكلفة، أنا راح أسهل لك كل الأمور هذه. قال له تمام إذا أنت حتضمن لي هذا الموضوع فأنا معاك فيه يا عم. قلت له بس إيش طلباتك؟ العم صالح طالع فيه وضحك قال لي لا مو عشان جماعة أبو حمادة يأخذوا منك فلوس والشرطة بيأخذوا منك فلوس تحسبني أنا كمان أبغى فلوس. قلت له لا السموحة منك مو قصدي كذا، بس يعني هذا بزنس والطبيعي في عالم البزنس إنه كل واحد بيشتغل يأخذ حقه، وأنت قدمت لي خدمة ومقابل هذه الخدمة أنا حبيت يعني أكرمك. قال لا يا ولدي أنا الحمد لله الخير عندي موجود وزيادة فما أحتاج منك أي شيء، كل اللي أبغاه منك إني أشوف إنك يعني قاعد تشتغل وتبني لك اسم كبير ونجاحك من نجاحي يا ولدي. صراحة قعدت أطالع في الشخص هذاك ومتعجب فيه جدا، شخص يا أخي طيب وبيخدم وفي نفس الوقت الشخص هذا يعني ما شاء الله تبارك الله قريب من ربه. وقتها طالعت في تركي وتكلمت بصوت منخفض قلت له عرفت يا تركي، عرفت الآن ليش هذا الشخص ربنا موفقه ومبارك له في حياته؟ تركي حرك راسه ورد علي قال لي عرفت يا صاحبي عرفت. المهم إلا فجأة العم صالح قال لي طيب وما كملت لي المشروع، لما تستورد من برا انت فين راح توزعها؟ قلت له أنا للأمانة راح أوزعها يعني داخل الدولة ولكن مدن مختلفة. قال جميل كلام جميل،
قال بس يعني مدن مختلفة، ما تفكر يعني توزع مثلا لدولتكم لدول ثانية؟ قال والله هذه فكرة، بس الفكرة هذه يعني جدا صعبة، فكرة كبيرة علي ويبغى لها راس مال كبير. قال حلو، هنا بدينا في موضوع البزنس. هنا أنا ممكن أدخل معاك براس مال كبير، لأنه شايف اللي بتسويه بيجيب مردود مرة كبير. كم راس المال اللي تحتاجه؟ طالعت في العم صالح قلت له للأمانة حاليا ما أعرف كم راس المال اللي أحتاجه، ولكن كل اللي أعرفه إنه راس مال كبير. العم صالح اختصر لي، قال لي شوف يا ولدي، عالم الجوالات والإلكترونيات والعالم هذا اللي أنت داخل فيه أنا ما أفهم فيه أبدا، أنا أفهم في ملعبي وفي مكاني. قال له حلو، قال لي شوف المبلغ اللي تحتاجه وأنا معك فيه. قاعد أطالع في تركي وتركي طالع فيه، الفرحة في عيون تركي ما أوصف لكم قديش. وخرجت من مكتب الرجال هذاك ومشيت، ورجعنا البيت أنا وتركي طالع في تركي وتركي طالع فيا. قاعد أقول لي تركي وتركي، ما أنت مستغرب إنه كل شيء قاعد يصير معانا في البلدة هذه بالذات بسرعة؟ تركي قال لي هذا رزق ربي. قلت له ونعمة بالله ما اختلفنا، بس العم صالح هذا ما أعرفه كويس، كل اللي شفته فيها مرتين في حياتي، والمرة الثانية هذا الرجال فتح معانا مباشرة شغل، والرجال هذا بيدخل معانا بمبالغ كبيرة ملايين يا تركي. الوضع هذا مشكوك فيه، وضع غريب. تركي طالع فيه قال لي يا غانم، يعني لما جانا الخير بدت الوسوسة هذه فانها من أول، ولا نسيت يا غانم؟ نسيت ايش صار معانا زمان في بلدنا؟ نسيت عمك اللي كنت تشتغل عنده ميكانيكي طلعك حرامي؟ لو نسيت يا غانم ترى أنا تركي رفيق عمرك، ومن واجبي هنا إني أذكرك بالماضي اللي أنت كنت تعيش فيه. قلت له لا أبدا ما نسيت يا صاحبي، بالعكس. وفعلا مرت الأيام واشتغلنا مع العم صالح وصرنا نستورد البضائع وضخ معانا مبلغ كبير وقدره، وجاء هنا وقت الجد، وقت توزيع البضائع اللي معانا. ولكن الغريب في الموضوع إنه لما جينا بنرسل البضائع اللي معانا لبلدتنا هنا صارت في إشكالية. الإشكالية إنه سعر الجوالات اللي معانا لما نرسلها لبلدنا اللي هي البلدة اللي جايين من الأساس منها، إنه سعر الجوالات لما توصل بلدتنا راح تصير أغلى وأغلى من سعر الجوال الطبيعي اللي انباع في بلدتنا من الأساس. والغريب في الموضوع إني لما كلمت العم صالح في هذا الموضوع قال العم صالح عادي، خلينا نخسر في البداية ما عندي أي مشكلة، بس نمسك اسم كبير في سوق بلدكم هناك. فاستغربت من هذا الموضوع. قال لي لا، هذا موضوع جانبي، هذا موضوع تسويقي لا تشغل بالك فيه، أنا ولد السوق ومن زمان في السوق ولي خبرة كبيرة فيه، طاوعني يا ابني وخلي الباقي علي. وفعلا طاوعته وسمعت كلامه، لأنه من جد أقدم مني في السوق، والشخص هذا راعي خبرة مرة كبيرة عالية. وبدأنا في هذا الشغل وشحنت شحنة كبيرة جدا، يعني الشحنة هذه أنا حاط فيها كل راس مالي وراس المال اللي داخل فيه هذا العم صالح، وكمان راس مال تركي صاحبي اللي داخل معايا فيه أصلا من الأساس. فلوسي أنا وتركي واحد، يعني ما في هذه فلوس تركي وهذه فلوس غانم، لا فلوس أنا واحدة. ولما رسلت البضاعة رسلت تركي معاها، تركي ذراع اليمين، ما أثق في الدنيا هذه غير في تركي. وفجأة بعد يومين من شحن هذيك البضاعة يجيني هذاك الاتصال، والاتصال هذاك كان من تركي. الحقني يا غانم. تركي؟ ايش فيك يا تركي؟ انا مسكت في الحدود ومعانا كمية مخدرات جدا كبيرة. الحقني يا غانم. مخدرات؟ ايش قاعد تقول؟ ومو بس كذا، لا 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 لا. فجأة باب بيتي قاعد يدق، اطالع من العين السحرية اشوف فيه عساكر قدام الباب. ايش اللي قاعد يصير معاي؟ انا ماني فاهم ايش اللي قاعد يصير هنا. مباشرة احنا البيت اللي ساكنين فيه من الأساس دور أرضي. هنا يا جماعة فكيت الشباك وهربت، والعسكر كله ورايا قاعدين يطاردوني. قاعد أهرب من أزواج الحارة. أنت ليش قاعد تهرب يا غانم؟ أنا ما أدري، بس كل اللي أعرفه إنه من الواضح إنه في أحد باعنا، في أحد دخل في هذه اللعبة ولعب فينا. قاعد أهرب 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 إلين دخلت بيت عائلة، حطيت يدي بجيبي وطلعت الفلوس كل اللي في جيبي. قلت لهم هذه الفلوس لكم، بس احموني، الشرطة قاعدة تطاردني وما أبغاهم يمسكوني. قالوا لي طيب أهدى خلاص بنحميك استريح. أخذوا الفلوس مني. هنا مباشرة طلعت جوالي واتصلت بالعم صالح. يا عم صالح الحقني، تكفى الحقني يا عم صالح.
قال لي خير ايش في؟ قال له تركي دق علي يقول لي انه في بضاعه مخدرات في الشاحنات والبضائع اللي نقلناها. الحم صالح هنا فجاه قاعد يقول لي انت ايش قاعد تقول؟ مخدرات ايش؟ انت ماشي في هذا الطريق؟ انت جالس تمثل علي من اول انك شريف. قال له لا يا عم صالح، عم صالح اقسم بالله العظيم انا ماني فاهم زيك. قال لا اسمع، بضاعة تجيني يعني تجيني، فلوس تجيني يعني تجيني، شغل الحرام هذا انا مالي فيه وطلعني منه، تفهم ولا لا؟ والله العظيم اني ما ارحمك يا غانم. وقفل في وجهي. قلت يا الله انا ايش الورطة هذه؟ ايش الورطة اللي تورطت انا فيها؟ دقيقة، معقولة؟ معقولة تركي رفيقي وصاحب عمري يبيعني؟ لا مستحيل يسويها تركي. وفجأة البيت اللي أنا جالس فيه حق العائلة ينكسر باب البيت، يعني من قوة الشوتة اللي شاتها العسكري برجله باب البيت طاح. وقتها خلاص رفعت يدي واستسلمت، ما فيها. طالع فيها ذاك العسكري، طالع في العسكر اللي معه، قال شيلوه، واخذوني معاهم، كلبشوا يدي وماشي معاهم. ما حسيت بنفسي الا انا داخل السجن وبتهمة مو بسيطة، لا تهمة تهريب مخدرات خارج البلد. وانا ما مسكت اصلا من الاساس في حدود البلد اللي انا فيها، لا مسكت في حدود بلدي الاصلية، لان البضاعة هذه من الاساس كانت داخل البلد الاصلية. انا طحت في مصيبة خلاص، انا انسجنت في سجن. السجن هذاك يا جماعة ما يعتبر سجن عادي، لا، السجن هذاك فيه اكبر مجرمين البلد، ناس ما تعرف الرحمة، ناس ما تعرف انه انا شخص بريء او بالاصح انا شخص مظلوم. لا مو بس كذا، انا قاعد انضرب كل يوم ليل نهار. انا صرت من الاساس ملطشت السجن. انا ماني فاهم ولا شيء، والله ماني فاهم ولا شيء. انا في السجن ما معايا فلوس، والوضع هناك داخل السجن لازم يكون معك فلوس. مسكت واحد من العساكر اللي هناك قلت له شوف انا معايا فلوس مرة كثيرة بس حاليا ما معايا ولا شيء، ابغاك تساعدني، ولو ساعدتني راح اعطيك الضعف. وللمعلومية انا مسجون هنا بتجارة مخدرات، وانت ادرى ما في تاجر مخدرات ما معاه فلوس. قلت له ولا تشيل هم، الفلوس راح تجيك لو خليتني اتكلم هذه المكالمة. العسكري هذا مباشرة طلع الجوال من جيبه واعطاني، قال لي تفضل. واتصلت يا جماعة على العم صالح، رد علي قال لي مين؟ قلت له تكفى لا تقفل، ابى افهم الموضوع. قال لي انا ما كلمتك انك ما تتصل على هذا الرقم؟ قلت له عارف وانا غلطان وحقك علي وفلوسك راح تجيك، لا تشيل هم يا عم صالح. قال ايش اللي تبغى؟ قال له بعرف مين اللي سوالي هذه المصيبة بس. قال لي مو شغلي، كل اللي اعرفه انك انت مسؤول عن هذه البضاعة وانت المسؤول عن هذه التجارة بالكامل، فما لي دخل ومو من شغلي اصلا اني ادور مين اللي سوى هذا الشيء. كل اللي ابغاه فلوسي وبس. قال له بس يا عم صالح تكفى، ابغى اتاكد انه صاحبي تركي هو اللي باعني ولا ايش بالضبط. العم صالح هنا ضحك قال لا 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 لا، انا ماني فاضي هنا اني احل مشكله بين اصحاب واعرف من الصح ومن الغلطان، مشكلتي الوحيده فلوسي تجيني وبس. قفلت من هذيك المكالمه. قعدت في هذاك السجن 3 شهور. 3 شهور ما اعرف انا ليه جاي هنا، 3 شهور ما اعرف تركي صاحبي ايش صار معاه، 3 شهور ما اعرف عن زوجتي ولا اعرف عن عيالي اي شيء، ما اعرف هم قاعدين بيروح المدرسة، ما اعرف هم عندهم اكل وشرب، ما اعرف اي شيء. تركي رفيق عمري اللي كنت يعني او كان بالاصح هو سندي الوحيد في هذه الدنيا، تركي مسك. او مو بس مسك، تركي دخلني في مصيبة يا جماعة، مصيبة اكبر مننا كلنا. بس ليه يا تركي؟ ليه الطمع هذا يا تركي؟ كنا عايشين ومرتاحين وفلوس بدأت تجينا، تدخل الطريق الغلط هذا في شغلنا ليه يا تركي؟ كنت كل يوم اصحى من النوم وانا داخل السجن اكتب على جدار السجن ليه يا تركي؟ ليه؟ انت الكفو، انت لما اول صار لي الحادث انت اللي قمت باشياء البيت، انت اللي دبرت لنا الفلوس اللي تسلفناها من زوجتك عشان نيجي ونشتغل في هذه البلدة. انا من كثر ما الوم نفسي كل يوم واقول ليه يا تركي ليه يا تركي انا اتجننت. الين هذاك اليوم اللي جتني في هذيك الزيارة. 3 شهور مرمي في السجن ما ادري عن شيء، وتجيني زيارة من شخص ما اعرفه. طالع في هذاك الشخص يطالع فيا ويغمز لي بعينه، هذا ايش يبغى؟ شخص جاي يزورني في السجن ويغمز لي، ايش الوضع؟ الشخص هذا طالع في العسكري وحط يده في جيبه وطلع فلوس واعطاه، وقعد يتكلم معايا كأنه يعرفني من زمان. كيف حالك يا غانم؟ ليش ما تتصل علي ولا تسأل عني؟ كذا
كذا تسوي مع ولد عمك؟ قاعد تطالع في الشخص هذا وتستغرب، هذه لعبة جديدة ولا ايش بالضبط؟ العسكري هذاك اول ما اخذ الفلوس خرج وتركني في غرفة الزيارة لوحدي انا وهذا الشخص الغريب. الشخص اللي كان جالس قدامي على الطاولة فتح فمه وحط يده تحت لسانه وطلع صورة وحط الصورة هذه قدامي، والصدمة من هذيك الصورة صورة العم صالح. اللي شوف باختصرها لك وفي وقت جدا سريع، أنا الضابط عمر، وأنا ضابط من مخابرات بلدك، وأعطاني اسمه بالكامل، وأعطاني اسم المدينة والقرية وكل شيء، وأعطاني جميع البيانات اللي تخص حياتي وتخص تركي. من يوم ما دخلنا هذا البلد قاعد أطالع فيه مصدوم وطالع يميني ويساري. قلت له أنا ما فهمت. قال أنا جاي أفهمك هنا ومستعجل في نفس الوقت، أبغاك تكمل على نفس الوضع اللي أنت فيه. طالعت فيه قلت له أكمل أي وضع؟ أنت جالس تقول إنك من مخابرات بلدي، يعني مفروض أنت جاي هنا عشان تخرجني، أنت جاي تقول لي كمل على وضعك؟ أنت أنت جاي تستهبل علي وموريني صورة العم صالح إيش يسوي فيه؟ إلا أول شيء اللي فرحان فيه وتناديه عمك صالح، هذا من أكبر تجار المخدرات والمهربين، مو بس في البلد اللي أنت قاعد فيها، لا في البلدان اللي حوالينك. الشخص هذا إحنا من زمان مقفلين عليه الباب وقاعد يحاول ويروح ويجي ويروح ويجي عشان يدخل بلدنا وما قدر، وحاول إنه يستخدمك كفخ واشتغل عليك مظبوط وخلاك تقتنع بهذه اللعبة، وحاول من خلالك إنه يدخل هذا البضاعة ولكن ما قدر. شوف يا غانم، صح إننا بلد فقيرة، صح إنه اقتصادنا جدا ضايع، ولكن نسمح للمخدرات إنها تدخل بلدنا؟ لا، هذا مستحيل. صح إننا مقصرين في حاجات كثيرة في بلدنا، ولكن عقول شبابنا وصحة شبابنا أهم عندنا من كل فلوس وكنوز الدنيا. طلعت في الضابط هذا قال له يعني أنت عارف إني أنا بريء؟ قال عارف، والحكومة كلها عارفة انك بريء، انت متورط، والورطة هذه اللي انت طحت فيها انا عارف غصبا عنك مو بيدك، وانا جاي اليوم هنا عشان اساعدك واخرجك من هذا الموضوع. قال لي يعني انت راح تخرجني من السجن؟ قال ايوه راح اخرجك من السجن بس مو الان. قال لي ايش اللي راح تسويه؟ قال لي ابغاك تكمل في هذه المهمة. قال له اي مهمة؟ انا ماني في مهمة، انا جاي هنا اترزق الله واشتغل، ادرس عيالي وزوجتي، اصرف عليها واكلهم واشربهم. انت ايش جالس تقول لي؟ مهمة ايش؟ انا ماني راعي مهمة ولا ابغى مهمة من الاساس، انا ابغاك تخرجني من هنا وبس وخلاص، هذا اللي ابغاه انا. ارجوك انك تساعدني وتطلعني من هذا المكان. الشيء الثاني، استغفر الله العظيم، استغفر الله، انا قبل ما تصدمني واعرف ان العم صالح له في الامور هذه، انا شكيت في رفيق عمري تركي وصاحبي وحبيبي. الضابط هذا طالع فيه قال لي انت شكيت في تركي؟ طلعت في الضابط هذا قلت له انت من فين تعرف تركي وليه واثق فيه بهذه الطريقة؟ طلع صورة ثانية برضه من تحت لسانه وحطها قدام الطاولة. طالع تركي؟ كيف كذا تركي؟ مين سوى في تركي كذا؟ قمت من كرسي ومسكت الضابط هذا اللي قدامي من هنا وقعدت اصارخ فيه، مين سوى في تركي كذا؟ قول لي، علمني مين سوى فيه، علمني مين. الضابط هذا قال لي اهدى واجلس، انا هنا عشان اساعدك، وما نبغى اي احد من العساكر اللي هنا، او بالاصح ما نبغى اي احد من اهل البلد هذه يحس فينا باي شيء. اجلس واهدى. تركي هذا اللي انت تقول انك شكيت، كلمة شكيت وجعتني، لأن تركي مات عشان يحميك، أو بالأصح عشان يحمي عائلتك، وتركي مات في سجن بلدنا، مات بسبب هذا العصابة، ما مات كذا من فراغ. عشان كذا اليوم يا غانم أنا في هذه المهمة، وجاي أطلب منك يا غانم أنت بالذات إنك تساعدنا في هذه المهمة. طالعت فيه قلت له أنا أساعدك في إيش؟ أنا مسجون، تقول لي أساعدك؟ قال لي تشيل هم، أنت خروجك من هنا راح يكون بعد 3 أسابيع، إحنا رتبنا الدنيا كلها، شفنا محامي مرة شاطر ودفعنا فلوس أكثر عشان تخرج. قلت له وبعد طلوعي؟ قال لا، بعد طلوعك هنا راح يكون موضوع ثاني، أخرج من السجن وبعدها راح تلقاني قدامك وراح أتفاهم معك في كل الأمور وأعطيك كل الترتيبات. وفعلا تركني الضابط عمر هذا وراح لدربه، وصرت أنا داخل السجن على وضع تاجر المخدرات الخطير. في البداية تفتكروا كنت ملطشت السجن، ولكن الوضع هنا اختلف، صار معي رجال. غانم انت كيف جبت الرجال هذولا؟ الفلوس. الضابط عمر ما قصر، اي مبلغ كنت اطلبه
كان توفر مباشرة. طيب انت ايش اللي جابرك يا غانم انك تخش هذه المهمة؟ شيء واحد، تركي، دم تركي ما يروح كذا هباء منثورا، لا والله. وكملت على وضعي الطبيعي، كل فترة اتصل على عم صالح اترجاه وتكفى يا عم صالح، يا عم صالح انا منحرج منك وانا متورط وانا ما وضحت له اني عرفت خبثه وانه انا في السجن الان بسببه هو، وانه تركي ميت وفي قبره بسببه هو. ما وضحت اي شيء من هذه الامور. جاء موعد خروجي من السجن، ومن بعد خروجي للسجن مباشرة توجهت للعم صالح. قلت له عم صالح 1 2 3، والله العظيم انا مالي ذنب، انا لو لي ذنب ما كانوا خرجوني من السجن. العم صالح طالع فيه قال لي اجل ذنب مين؟ قال لي تركي الكلب. قال لي انت عرفت ايش صار لتركي؟ قلت له لا ما عرفت. قال سمعت ان تركي انقتل. قلت تستاهل. قاعد اقولها يا جماعه ما هي من قلبي وانتم عارفين، بس لازم اسوي كذا عشان الكلب هذا اللي قدامي صالح الكلب اجيبه واجيب رجله، لانه حتنصدموا الان. صالح هذا الكلب معاه جواز مزور وهويه مزوره في البلد اللي هو قاعد فيها. صالح هذا من الأساس من بلدنا ويحمل نفس الجنسية اللي أنا أحملها، ومسوى هذا الفيلم وهذه الليلة كاملة في هذيك البلدة لأنه أصلا من الأساس هارب من أحكام قضائية عليه جرائم مرة كثيرة في بلدنا، منها مخدرات ومنها قتل ومنها بلاوي. فعشان كذا حكومة بلدنا أو بالأصح مخابرات بلدنا يبغوا راسه. العم صالح طالع فيني هنا وشاف انفعال لما قعدت أقول يستاهل، خلاص رسمت الوضع بالكامل على تركي، انه تركي هو اللي ورطني في هذه الامور، وجالس اعتذر من العم صالح تكفى والله يخليك ومن هذه الامور. العم صالح قال لي تمام، فلوسي كيف راح تعوضني فيها؟ قلت له انا مستعد اشتغل في اي شيء بس عشان ارجع لك فلوسك، انا ابغى ارضاك. قال لي معقوله اي شيء راح تشتغل فيه؟ قلت له اي شيء، لو بيع مخدرات راح اشتغل فيها، بس اهم شيء اني ارجع لك فلوسك. قال حلو الكلام، دام انت قلت بلسانك انك تبى تبيع وتبى تشتغل في هذا المجال عشان تعوضني فلوسي، أنا مستعد أعرفك على رجل الأعمال هذا يشتغل في هذا الطريق، وافتح أنت وياه خط ومن خلالها عوضني بهذه الفلوس. قلت له موافق. وفعلا عرفني على رجل الأعمال هذا، ورجل الأعمال هذا كان اسمه سمير. قربت من سمير وأنا عارف أنه سمير هذا ممثل اللهم، ولكن الواقع غلام صالح هو اللي بيده كل شيء. بديت الشغل معه وأعطاني أول بضاعة ووعدته إني أدخلها البلدي، وفعلا وفيت بوعدي واخذت البضاعة وانطلقت فيها البلدي، ورجعت له بعد أسبوعين وأنا مبيض وجهه. قال له البضاعة دخلت ووصلت. قال لي كيف ايش سويت؟ قال له ما سويت شيء، دخلت زي أي شخص يدخل لبلده. قال انت ما عندك سوابق؟ قلت له ما عندي ولا أي شيء، ملفي نظيف وأبيض. هنا العم صالح فرط السبحة ودخل معايا في الشغل الثقيل. قال له خلاص خلونا نلعب على المكشوف. قلت له حلو الكلام، بس الوضع الآن راح يكون مختلف، أنا ما أقدر أتعامل مع أي شخص غيرك أنت. قال كيف يعني؟ قلت له تيجي معي. قال لي أنا ما أقدر أخش البلد هذيك بلدكم. قلت له ليش ما تقدر؟ أنت على كلامك إنك عمرك ما زرتها. قال صح بس في ناس كثير هناك يبغوني. قلت له مين؟ قال عصابات. ما قال للحكومة. قال له خلاص أنا كنت أبغاك تيجي معي بس أنت ما تبغى، أنا أبغى أسحبه يا إخوان، وهذا الطلب اللي طالبينه مني المخابرات إن أسحبه لهم بس. قعدت أفكر وأفكر مخي واقف، وأعطوني أفكار وأعطوني مقترحات، ولكن هو رافض. اللي قلت له شوف أنا أعرف تاجر كبير في بلدنا، التاجر هذا أنا مستعد أفتح لكم خطوط مع بعض. قال لي موافق ما عندي مشكلة. قال له بس الشرط الأساسي إنك تقابل هذا الشخص. قال خليه يجي بلدنا حياه الله. قلت له لا ما يقدر يجي هذا البلد. قال لي ايش السبب؟ قلت السبب الوحيد انه الامان عندكم هنا صفر وما في حماية، وخايف انه يجي هنا وينغدر، وانت عارف في نفسك ناس كثير في سجن بلدكم مو قادرين يطلعوا ليومك هذا. هنا العم صالح قاعد يفكر ويفكر كثير. قال اعطيني وقت وارجع لك. رجع لي العم صالح بعد فترة قال لي انا موافق على العرض. قال بشرط الدولة اللي اروح اقابل فيها هذا الشخص اول شيء نتعرف على بعض. قلت له تمام بدون اي شيء. وفعلا جاء الموعد واخذت العم صالح وتوجهنا مباشرة لدولة مجاورة، وجاء الشخص اللي قلت له ووعدت العم صالح اني اعرفه عليه. الشخص هذا من الاساس والضابط عمر اللي من المخابرات عرفته عليه انه تاجر مخدرات في بلدنا، وتقدر تقوله العم صالح لقم الطعم وتعرف على الضابط
وبالعكس ارتاح له وحبه وقال له أنا جاهز. قال له الكمية، قال له الكمية اللي تبغاها. الضابط اللي معانا ذكي، ما طلب كمية كبيرة، طلب شيء بسيط، والشيء البسيط هذا اللي طلبه من باب تقولوا صفقة تعارف، كيف نوعها وكيف إقبال السوق راح يكون على هذه البضاعة. جابها من هذه الطريقة. هنا العم صالح بالعكس ارتاح له أكثر. وهذاك اليوم أنا والعم صالح شلنا البضاعة وانطلقنا. الشاحنة قدامنا وأنا والعم صالح في السيارة الثانية، ما معنا أي بضاعة ولا أي شيء، ماشيين أمورنا في السليم. وعدت البضاعة، ولكن مو في بلدنا الأساسية، لا، في البلد المجاورة. وجاء موعد التسليم، وكان الضابط عمر وقتها موجود. هنا الضابط عمر استقبل العم صالح، وأنا كنت معاهم، بس ما كنا لحالنا، كان معانا الحارس الشخصي للعم صالح. الحارس الشخصي هذا زي ظل العم صالح، أبدا ما يتركه لوحده، وكان اسمه بلال. بلال هذا كان السلاح ما يفارق ظهره أبدا 24 ساعة. وكان معانا هذيك السفرة. بلال واقف كان ورا العم صالح، وأنا جنب العم صالح، وقدامنا الضابط عمر. الضابط عمر سلم على العم صالح، قال له ها بشر، إيش البضاعة هذه اللي جايب لي هي؟ قال له هذه بضاعة ما أقدمها إلا للحبايب. وطلب من بلال يفتح الشاحنة ويجيب له عينة من هذه البضاعة. أخذ العينة العم صالح بيده، وطلع السكين من جيبه وقطع البضاعة، وقاعد يقول له شوف شيك بنفسك. هنا الضابط عمر حط إصبعه في البضاعة وحط على لسانه وذاقه، قال أوف، لا، نوع مرة طيب. هنا مباشرة الضابط عمر حط يده ورا ظهره ورفع سلاحه على العم صالح. قال له ارفع يدك يا صالح، أو بالأصح ارفع يدك يا بندر. العم صالح أول ما سمع كلمة بندر هنا رفع يده وقاعد يلتفت يمين ويسار، قاعد يقول كيف كذا؟ انتوا مين؟ هنا مباشرة الضابط عمر طلع البطاقة حقه وحطها في وجهه، قال له من زمان انتظرك يا بندر، او تحب اقول لك يا صالح. احس بندر عليك احلى ولايق، اما صالح ما احسه لايق عليك. وهنا العسكر كلهم اتجمعوا. هنا مباشرة بلال يطلع سلاحه ويرفع عليهم السلاح. قاعد يطالع في بلال وطالع في العم صالح. العم صالح طالع فيني قال لي ويضحك، قال لي بعتني للحكومة، كنت أحسبك غبي. بس لا والله طلع ذكي يا غانم، بس مهما كنت ذكي فرح تظل غبي. الصدمة يا جماعة اللي أنا مصدوم منه إنه بلال حاط المسدس مو على العساكر، بلال الحارس الشخصي حاط السلاح على العم صالح. طالع في بلال قاعد يضحك في وجهي. أنا مستغرب مصدوم. الحارس الشخصي حق العم صالح إيش بقلب عليه. واتفاجأ كمان يا جماعة إنه بلال حارس الشخصي من المخابرات برضه. هنا العم صالح كان رافع يده، فجأة نزل يده، قال لهم حلو اللعبة دام ما لعبتوها على المكشوف. وطالع فيه قال أنا من زمان من مرتاح لك، من يوم ما جيت هذا السوق يا غانم، بس قلت ممكن خليني أعطي مخي وتفكيري فرصة شوية، ممكن يطلع غلط، ولكن طلع صح مو غلط. وعشان أوريك إني أنا أذكى منك وأذكى من جماعتك هذول كلهم اللي رافعين أسلحتهم علي، دق على ولدك، شوف ولدك موجود ولا برا. أنا هنا اتجننت وأمسكه من هنا، بقوا ما عندي، أنت إيش قاعد تقول؟ ويضحك بصوت عالي. يعني الضابط عمر قرب منه وطالع في العم صالح أو في بندر، قال له طول عمرك تحسب نفسك ذكي، بس أحب أقول لك إنك أنت أغبى إنسان في هذه الحياة. الشخص اللي رسلته عشان يخطف ولد غانم أحب أقول لك إنه برضو يشتغل معانا في المخابرات. صح إني تعبت عشان أجيبك، بس خلاص الأهم إني جبتك. هذا الكلام كله قاعد يقول الضابط عمر. أنا هنا طالعت فيه وناديته باسمه الحقيقي، بندر. طالع فيه والله يكرمكم تفلت في وجه هذيك التفلة. وهذا التصرف كان قهري على تركي، الله يرحمك ويغفر لك يا تركي. كانت أمنية حياة تركي إنه يكون عنده فلوس ومرتاح ويصرف على عياله. أطمنكم عيال تركي عيالي، متكفل فيهم بكل شيء، أخذت لهم بيتهم الخاص وما قصرت معهم أبدا، ولهم مصروفهم الخاص وزيادة، كأنه تركي موجود بينهم. ومخابرات بلدي أبدا ما قصروا معايا، نصيبي اللي كان من البضاعة الأولى رجعوا لي وكرموني. أما الضابط عمر وجميع الضباط والعسكر اللي كانوا مشاركين في هذيك المهمة، يعجز اللسان إني أشكرهم أو أقول لكم قد إيش هذول الناس
قاعدين يخدموا ويحاولوا قد ما يقدروا انه يخدموا وطنهم. وبشركم العم صالح تم القبض عليه في البلدة المجاورة مع اتفاق مع مخابرات بلدنا، وتم تسليم هذا المجرم لبلدنا، وتم حكم الإعدام عليه داخل بلدنا. والمخابرات كانت قاصدة هذا الشيء، قاصدها عشان تخليه عبرة لكل من لا يعتبر، عشان لا أحد يفكر في يوم من الأيام إنه يتاجر في هذه البلد بهذه التجارة. هذا أنا غانم، وهذه قصتي يا فهد، وحبيت تقولها لكل الناس. يعطيكم العافية.